مرحبا بكم. العديد يسأل على جديد التحديث الأخير لتطبيق الانستغرام، وبالتالي سنقوم بالتعرف على جميع المميزات الجديدة لهذا التطبيق في هذا الفيديو. خليك معنا، شاهد الفيديو من البداية حتى نهاية هذا المقطع، وإن شاء الله راح تلاحظ وتشاهد جميع هذه المميزات خطوة خطوة. خليك معنا ندخل على تطبيق الانستغرام. في البداية مكان البروفايل أو الملف الشخصي، هناك خيار هنا في هذه الأشرطة ننقر عليها، تجد هنا خيار ثاني. الخيار الثاني هو الأهم، نشاطاتك. هل هذا الخيار تم إضافته الآن بعد التحديث؟ لا، هو كان أصلا من قبل، ولكن الآن الجديد هو أنه تم عمل مكان واحد لإدارة نشاطاتك، يعني جميع الأنشطة الخاصة بك تم إضافتها في مكان واحد. من قبل لا، كان كل ميزة كانت مفرقة في مكان واحد، في مكان آخر، الأخرى هنا والثانية هنا، يعني تكون شوية الأمور مخلطة، ما يقدرش الواحد يذهب إلى الميزة اللي حبها. الآن لا، كل شيء أصبح مختصر. أول خيار الوقت المنقضي في الانستغرام، هذه ميزة رائعة، أنا بالنسبة لي دقيقة واحدة اللي قضيتها في تطبيق. الخيار الثاني هو تصور مقاطع الفيديو، يمكن مراجعة أو أرشفة أو حذف إلى آخره. بالنسبة للتطبيق أو بالنسبة لصور مقاطع الفيديو، المنشورات، ريلز إلى آخره، هذه مسألة معروفة لا مفر منها. نذهب إلى الخيار الثالث، هو الخاص بالتفاعلات، يمكن مراجعة وتسجيل الإعجاب والتعليقات إلى آخره، مسألة كذلك معروفة. يعني الأهم هنا بالتأكيد في هذا الفيديو هو نتعرف على الأشياء اللي قامت بها الانستغرام في تجميعها في مكان واحد. يعني هذا شيء إيجابي، يعني ما تقدرش أنك في مرة تبحث على هذا المكان تقول أين أجد المكان آخر أين، لا، الآن كل شيء أصبح في مكان واحد، هذا هو الجميل. التعليقات، تسجيل الإعجاب، الردود والقصص، أي حاجة تحبها تجدها في مكان واحد. يعني قمت بعمل تعليق في آخر مرة لم تتذكر، راح تجده في هذا المكان بشكل مختصر. آخر تسجيل إعجاب عملته راح تجده في هذا المكان، تقدر تتراجع وتعمل إزالة الإعجاب. سجل الحساب، يمكن مراجعة التغييرات التي أجريتها على حسابك منذ إنشائه، يعني عملت تغيير على حسابك ولم تتذكر. بالنسبة لنا لاحظ هذه السنة قمت بعمل تحويل حسابي من مفتوح أو ناشط إلى خاص، يعني ما تقدرش أنك تلاحظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بي. هذه تغيير فقط كمثال. أحدث عملية البحث التي أجريتها على تطبيق الانستغرام، كذلك شيء آخر مهم تعرفه، يعني ما هي عملية البحث الأخيرة التي أجريتها، ستجدها في هذا المكان، تقدر تتذكرها في يوم من الأيام وتحب تشوف وتعرف أحدث عملية البحث. روابط قمت بزيارتها، هنا أرشيف القصص، يعني إضافة إلى قصتك، يعني ما الذي قمت بإضافته إلى قصتك، أو ريلز أو مكان أو موقع إلى آخره، أو منشورات، أي شيء، حتى البث المباشر تجده في هذا المكان. الشيء كذلك الأهم وقبل الأخير، العناصر التي تم حذفها مؤخرا. في بعض الناس تحذف صور فيديوهات مؤخرا وما تعرفش أين تجد المكان اللي تحب تسترجع فيه هذه الفيديوهات والصور. شيء جميل جدا. أنا بالنسبة لي لم أقوم بحذف أي شيء في الأصل، وبالتالي فهي صفحة الآن فارغة وليس بها أي شيء. بالنسبة لآخر خيار هو تنزيل معلوماتك، في مسألة طبعا بالتأكيد مهمة، وهي الأخيرة الخاصة بتنزيل المعلومات. بإمكانك أنك تدخل عليها وتعمل على طلب تنزيل البيانات، وتحتفظ بالبيانات وتدفعها وتحتفظ بها في جوجل درايف، حتى إذا احتجت لها فتقدر طبعا تجدها. إن حدث مشكل في تطبيق الانستغرام أو حسابك، تقدر تأخذ البيانات وتضعها في حسابك الجديد إذا حدث مشكل، فقط هذا كمثال. وطبعا لا ننسى انقل على لايك، اشترك بالقناة، فعل الجرس على وضع الكل. دمتم أوفياء، في فيديو آخر بحول الله.